جوج كيلو ديال الحلوى بيضه وحده. يا هلا لا، مرحبا بكم البنات، ونتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في اتم الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الحلوى ديال دوازتي اولا غريبه اللي كتجي خطيره هشيشه لواحد الهشاشه لا تقاوم. المذاق ديالها رائع، مكونات بسيطه والطريقه ديال التحضير ديالها اللي هي سهله ومهله. كتوجديها دغيا واخا تكوني اول مره كديري الحلوى، يعني سهله غديريها برمشه العين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الحلوى، غادي تعرفي كيف ما العاده الكميه واللي هي 2 كيلو، وغادي تعرفي كذلك ثمن البيع. ما عليك الا انك تسجلي الفيديو باش يبقى لك لو بارطاج لو ماكسيموم، القليب ولي كومونتير، واي حاجه بغيتو ننزلها خليوها لي في لي كومونتير. ومرحبا بكم، نمشيو على بركه الله المقادير مع طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير البنات كنستعملوا 250 غرام ديال الزبده اي نوعيه. الا بغيتي تستعملي مارغرين استعملي استرا اللي كنت شاركتها معكم قبل، ولا استعملتي نوعيه جيده خدمي اما ببريزيدون اولا بهذه. غادي نخدم هنايا كاس ديال السكر نتاع العنبه، كاس ديال العنبه. البنات اللي ساكنين في اوروبا يستعملوا كاس ديال ايكيا، ماشي هذا اللي وريت لكم، ولكن هذه النوعيه اللي هنايا اللي رطبه. كنستعمل كاس قبيصه ديال الملح، وغادي نخدم جيدا الزبده مع السكر حتى تذوب لي مزيان هذيك الزبده اولا تولي لي بوماد. من بعدها غادي نضيف لهم ملعقه ديال العسل اللي كتكون عامره. العسل انا كنستعمل غير العسل اللي كنخدم بها في الدار، ملي كتبقى لي كنصفيها. غادي نستعمل معهم بيضه وكاس ديال العنبه نتاع الزيت. نفس العبار البنات ديال ايكيا هو اللي خدمت به جميع العناصر، والبنات اللي كيخدموا بالكاس ديال العنبه يخدموا به. هنايا غادي نخلط جيدا وغادي نضيف كاس ديال المكسرات ديال العنبه، سوا جنجلان سوا قوقاو سوا لوز، او الا كانوا عندك بثلاثه كل حاجه شويه خلطيهم وديري كاس. غادي نضيف لهم كاس ديال الزبيب، الا ما كانش عندي، الا كان عندك الزبيب ديري غير الزبيب. كانوا عندك هادو الحامض او البرتقال اللي هو معسل، يعني وريت لكم البنات ديال ليدل، ديري كاس كتجي المذاق ديالها خطير. الا كان عندك غير الزبيب حتى هو كتجي به زويونه البنات. هنايا غادي نزيد الدقيق، وغادي نزيد خميره ديال الحلويات ديال 11 غرام. الدقيق حسب الخليط كتبقاي تخلطي تقريبا تدخل لي هنايا ما بين 750 غرام حتى ل 800 غرام. الخليط ديالنا او العجينه خصها تكون شيئا ما رطبه باش تجينا الحلوه هشيشه. غادي تشوفوا معايا بعد ما غادي نجمعوه، وغادي نمشي باش انني نديرو كويرات. الخليط ساهل والعجين راه ساهل، وهاد الحلوه راه البنات كتجي خطيره. كتعطيك 2 كيلو دوازتي اولا غريبه نتاع المكسرات، كتجي رائعه. كيف ما قلت لكم اي حاجه تقدروا ديروها. هنا غادي ندير كويرات ديال مفات 25 غرام على هاد الشكل، ونخدمها عادي تنكمل كاع الكرات ديالي، وغادي نمشي نشكلها. التشكيل ديالها البنات كنستعمل هذا المطبع هذا ديال الخليه ديال النحل اولا الوريضه اولا اللي كان عندك تقدري ديري به. وحتى الا ما كانش عندكم المرشم غادي نوريكم الطريقه اللي تديروا بها هذه الحلوى بدون مرشم. كتجي على هذا الشكل غير في الصني ديالك باش انها يبقى لك باش ما تضيعلكش لا فورم ديال الحلوى. من الاحسن ديروها في الصني البنات، ما ديروهاش فوق البلون دو طرافاي عاد توليو تحطوها في الصني. ديروها بحال هكا، ولا شفتوها باش انها تلتصق لكم حاولوا انكم دوزوها هكا في الدقيق ونفضوا هذاك الطابع عاد طبعوا به باش ما تلتصق لكمش الحبه ويبقى الديكور ديالها من الفوق مزيان. هنا البنات اللي ما عندهمش هذا المرشم اولا ما عندهمش شي مرشم يخدموا به، كتشكليها على شكل صبيعات على هذا الشكل، وكتطبعيها غير بلا فورشات بحال هذا الشكل. ولكن حاولي انك تطبعيها وهي في الصني ماشي فوق لو بلون دو طرافاي باش من تهزيها ما ديفورميهاش صافي. وكديريها طيب. بالنسبه للطياب البنات سخنت الفران ودخلتها النار من تحتها، الفوق ما شعلتش عليها حتى طيب لي من تحت. عاد غادي نشعل عليها نار مهيله من الفوق باش انها تاخذ لي داك اللون اللي هو ذهبي. كيف ما شفتوا معايا ما خصنيش نفوت لها الطياب بزاف، ما خصهاش طيب اكثر من القياس باش تجينا هشيشه وحتى اللون ديالها يجي زوين. بالنسبه للتزيين ديالها تقدري تخليها على هذا الشكل، وتقدري ديريها بلو سكر غلاس كما غادي تشوفي معايا. انا بالنسبه ليا بجوج كنديرهم، سواء الدوازتاي اولا باش انني نديرهم في لي بلاطو. الا درتها في لي بلاطو كندير لها لو سكر غلاس بحال هذا الشيء كتجي زوينه. درتها الدوازتاي كانت شي وحده كومونداتها غير الدوازتاي كنخليها لها بلا سكر غلاس. واللي بغى يدير فيها الشوكولا يقدر يدير لها في الجنب ديالها غير النص لو شوكولا نوار، وكيدير فوقهم واحد الحبيبات ديال هذاك البرتقال، حبيبات هكا الفوق باش يكون واحد لو رابيل نتاع هذا الحلو. ثمن البيع ديالها البنات راه خرجت لكم 2 كيلو. ثمن البيع ديالها هو 18 اورو، اللي كتكون زويونه. بالنسبه للقياس ديالها او الخدمه ديالها سهله ودغيا كتوجد وما فيهاش الخدمه معاوده، يعني ما فيهاش 2 مرات كتعاودي الخدمه. كتجي على هذا الشكل البنات. صدقوني راه واحد الحلوه ما غاديش تستغناو عليها. سواء كنتي كتخدمي لي كوموند الحويجات ديال الدوازتاي، هذه راه نوع من الحلويات اللي تقدري ديريها للناس
كانت حاجه اللي انك ديريها ليك لدارك، راه واحد الحلوه اللي راه ما غادي تبقى عندك دائما في الدار. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا الزبيب اولا تقدروا ديروا كذلك البرتقال اللي هو معسل، كيجي المذاق ديالها رائع. المهم بزوج راه كيجي زوين، كتجي هشيشه، كتجي خطيره البنات. كميه ديال 2 كيلو حلوه اللي هي رائعه، لا من ناحيه الشكل ديالها لا من ناحيه المذاق. صدقوني انا اي حاجه كنشاركها معكم بصدق، وكنشارك معكم المقادير مضبوطه وما كنقص عليكم حتى شي حاجه. نتمنى انكم تدعموني، ونتمنى ان هاد الفيديوهات تبارطاجيوهم. اي فيديو تفوتوا عليه ما تفوتوش عليه هكاك القليبات لي كومونتير. ونتمنى انكم تبارطاجيو الفيديوهات هكا باش تكبر القناه ديالنا. القناه راها كبرت بكم وبالتشجيع ديالكم وكذلك بالحماس ديالكم. دائما فوقاش ما كنشوفكم دايرين على الفيديوهات كنعطيكم اكثر واكثر. يلا البنات، كان هذا هو الفيديو، خليت لكم الراحه، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده، وان شاء الله انتظروني في الجديد